السلام عليكم. ده أول فيديو من سلسلة فيديوهات متجددة إن شاء الله هشرح فيها إزاي تكون القناة بتاعتك على اليوتيوب مميزة. طيب في إضافات كتير. أول إضافة إحنا هنتكلم عنها النهاردة اللي هي العلامة التجارية أو شعار القناة. مهم جدا إن القناة بتاعتك يكون لها شعار أو علامة تجارية علشان يفضل في بال الناس اللي بتتفرج على الفيديوهات يكون بيعبر عن محتوى القناة. علشان نضيف شعار للقناة يكون على جميع الفيديوهات، هنروح لمدير الفيديو وبعدين هنختار القناة وبعدين العلامة التجارية وبعدين إضافة علامة مائية. هنا بيحدد وبيقول إن الأفضل تكون العلامة التجارية ما يكونش وراها صورة، ما يكونش وراها خلفية، تكون حاجة كده PNG، صورة PNG علشان يبقى شكلها أفضل. بلاش تدعي حقوق الملكية وتجيب علامة تجارية بتاعت حد تاني. خلي العلامة التجارية بتاعتك أو شعار القناة بتاعتك من تصميمك وإبداعك أنت، حاجة بتعبر عن محتوى القناة. هنا بيقول إن الحجم الأقصى الملف 1 ميجا بايت، ما يبقاش الملف أكتر من 1 ميجا بايت. هنضغط على تشوز فايل علشان نشوف الملف اللي احنا عاوزين نحمله. طيب هنا في صورة موجودة هنا، هنستخدمها كمثال. هنعمل اوبن وبعدين حفظ. هنستنى لحد ما الصورة تتحمل ونشوف الإعدادات اللي هتظهر. طيب كده خلاص الصورة اتحملت العلامة المائية، وده الشكل بتاعها. طيب هنعمل حفظ، وهنا الإعدادات بتاعت العلامة المائية عاوزها تبقى وقت بداية الفيديو ولا في نهاية الفيديو ولا الفيديو بالكامل. أنا بفضل إن العلامة المائية تكون في الفيديو بالكامل. وهنعمل تحديث. طيب تعالوا نشوف كده، نفتح أي فيديو نعمل معاينة وإزاي العلامة دي هتبقى موجودة على الفيديو. هنفتح مدير الفيديو ونضغط مثلا، هنشوف آخر فيديو نعمل تعديل. هنشغل الفيديو علشان نشوف العلامة هتكون موجودة بالشكل ايه. ممكن نعمل تكبير للفيديو. طيب بعد ما عملنا تكبير للفيديو، ده شكل العلامة، هتكون موجودة بالشكل ده، هتظهر لكل المشتركين أو أي حد يتفرج على الفيديو. كل ما اخترت حاجة تكون بتعبر عن المحتوى وتكون فيها إبداع كل ما كان أفضل. كمان احنا ممكن نغير العلامة أو نحذفها في أي وقت احنا عاوزينه. هنروح للقناة تاني وبعدين العلامة التجارية وممكن نعمل إزالة. بعد ما نعمل إزالة خلاص العلامة التجارية هتتشال ومش هتبقى موجودة، ممكن نضيف علامة تانية غيرها. ده كان أول فيديو، أتمنى إنكم تكونوا استفدتوا وأشوفكم في فيديوهات تانية إن شاء الله. كمان ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب لو عجبكم الفيديو.